ليه لما تعمل اي حاجة امتحان او اي حاجة في حياتك عامة دماغك تفضل تفكر انه هيحصل اسوأ حاجة في الحاجة اللي انت عملتها؟ يعني انت يا باشا رايح الشغل بتاعك ومتأخر على الشغل، تلاقي نفسك بتفكر ايه ده لو الاتوبيس اتعطل، طب لو المدير زعق لي، طب ممكن يطردني، رغم ان ممكن ببساطة توصل وتلاقي المدير مش قاعد اصلا. دماغ الانسان متبرمج من زمان جدا علشان يحميه. يعني اجدادنا زمان لو سمعوا صوت في الغابة الدماغ بيقول ايه؟ دي غزالة ولا اسد؟ الأحسن يفترض إنه أسد علشان يلحق يهرب. والنهارده وأنت قاعد في أمان الله دماغك لسه محتفظ بالعادة دي، بيفكر في الوحش بدل الكويس. وده اسمه في العلم التحيز السلبي، يعني الحاجة الوحشة بتطبع أسرع وأقوى في الدماغ من الحاجة الحلوة. دماغك مش بيفرض كده عشان يبوظ يومك، لا، هو بيحاول يحميك ويحطك دايما مستعد للأسوأ. فبس ساعات عايزها كده ويزودها جو معانا. يعني دماغنا مش بيحب يسيبنا نطمن بسهولة، عشان كده أول ما يحصل أي موقف بيجري يجهز السيناريو الكارثي. المفتاح هنا انك تبقى واعي وتقول لنفسك ده مجرد تفكير مبالغ فيه، مش بالضروري يحصل يعني. وبس كده، معلومه بسيطه تفرق كتير. لو استفدت متنساش لايك وشير، واستناني في اللي جاي.